طارق الصديق القادم من مدينة أخرى في شمال البلاد على متن باخرة تمخر عباب البحر الأحمر ليستقر في درة الساحل بورت سودان الثغر كما تلقب، موظفاً في إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التخليص الجمركي، وهي ذاتها التي تربطها بشركة روان علاقات عمل متشعبة. كان طموحه منذ أيام الجامعة أن يقيم في تلك المدينة، منذ أن زار خالته المقيمة هناك خلال إحدى عطله الدراسية، ومنذ ذلك الوقت سكنه حلم الاستقرار في هذه المدينة الساحلية المزدهرة اقتصادياً، والتي يتهافت إليها كثيرون ممن يتطلعون إلى سباق الزمن في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية. كان وضعه المالي على حافة العدم، يقف حجر عثرة في وجه طموحاته ويعاكس وواقع أسرته ومدينته التي غادرها. لقد انبهر بالشرق، بالمدينة التي يسكن الجمال زواياها ويتجلى في سحنة أهلها، فعزم أن تكون نقطة الانطلاق. لم يكن الحب وارداً في حساباته، ولا كان الزواج هدفاً في مخططاته، على الرغم من التلميحات المتكررة من خالته واهتمام ابنتها الواضح به والذي حمل رسائل لا تحتاج إلى تفسير. لكنه أراد أن يحلق عالياً، وكان يرى أن أي مسؤولية لن تكون سوى قص لجناحيه. لم يصدق نفسه يوم اعتلى سطح تلك الباخرة التي ستحمله إلى مدينة أحلامه، وقد عقد العزم على أن يبلغ أهدافه مهما عظمت الصعاب ومهما علت الأمواج التي تعترض طريقه. كان يؤمن أن لا عقبة ستثنيه عن المضي قدما. فهل أتت عزيمته على قدر عزمه، أم أن للثغر سلطانه وسطوته؟